شات جي بي تي، هذا العملاق التكنولوجي الجديد في العالم، شركة بحث جديدة بتعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال محادثة مباشرة بين الشخص ونظام الدردشة الجديد. آه، يفوق الوصف في الحقيقة. نظام تكنولوجي حديث بينافس شركة جوجل أو عملاق البحث الشهير. وده في الحقيقة بيدخل في إطار صراع العمالقة، عمالقة التكنولوجيا. ليه أنا يمكن بتكلم عن هذا الموضوع تحديدا في الحلقة النهاردة؟ لأن شركة جوجل خسرت 100 مليار دولار خلال ساعة من الزمن. طبعا البعض قد يتصور ان دي مبالغه، او ان هذا الحديث يعني يفتقد الدقه في هذا الرقم، لكن في الحقيقه هذا هو الواقع. شركه جوجل المملوكه، او محرك جوجل المملوك لشركه الفابت العملاقه الامريكيه، خسرت خلال ساعه واحده 100 مليار دولار. شوف احنا في مصر مشاكلنا كلها يعني كم مليار وتحل ازمات مصر كلها، شركه واحده بتخسر في ساعه زمن 100 مليار دولار. طب ليه خسرت؟ لان نظام جوجل، وده دايما بنقوله، لابد ان يتم التطوير المستمر لكل الكيانات الاقتصاديه، ولازم تستوعب متغيرات العصر اللي احنا بنعيش فيه. محرك البحث العملاق جوجل او شركه الفا بت اعتقدت انها خلاص احتكرت سوق التكنولوجيا في العالم كله، وبقت او بقيت طوال هذه السنوات دون تحديث حقيقي على التكنولوجيا الخاصه بها. حتى جاءت شركه شات جي بي تي، ودي شركه اسست في الولايات المتحده الامريكيه سان فرانسيسكو من حوالي سنتين او 3 سنوات تحديدا، واصدرت نظام البحث الجديد شات جي بي تي في 20 نوفمبر 2022، يعني من حوالي عام بالظبط، ليحدث ثورة غير مستوعبة في الحقيقة حتى هذه اللحظة. الموضوع بكل بساطة إن أنا بفتح هذا النظام شات جي بي تي وأتكلم بشكل مباشر، محادثة. أقول له مثلا عايز محتوى تعليمي معين، عايز حل رياضي لمسألة معينة، عايز رسالة لدكتوراه، رسالة لماجستير، عايز أسأل أي سؤال ممكن يتصوره العقل ويتم الإجابة عليه في ثواني معدودة، سواء بنص أو بفيديوهات أو بصور. حاجة في الحقيقة مذهلة. هذا النظام شجع شركات عملاقة زي شركة أبل وشركة مايكروسوفت إن هم يدخلوا مباشرة لهذا الكيان أو هذا الوليد الجديد، ويعرضوا على شركة استثمارات، شركة شات جي بي تي، استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار. جاري الآن فتح قنوات اتصال مع هذه الشركة، وبالمناسبة اللي أسسها شاب يعني في العقد الثالث من العمر. وده بيوري حضراتكم قد ايه العالم دي تقدمت علينا بكتير في الحقيقه، وقد ايه مستقبل العالم كله في التكنولوجيا. فالمهم شركه جوجل عملت نظام شبيه بنظام شات جي بي تي، اسمه بيرد، بي اي ار دي. نظام بيرد دون يعني برضو فكرته قائمه على الذكاء الاصطناعي زي نفس النظام الجديد اللي هو شات جي بي تي. المهم بعد ما اعلنت على صفحتها او على موقعها ان هي الخدمه دي بدات تتفعل، للاسف الناس بداوا يشتغلوا، بداوا يسالوا الاسئله للنظام الجديد بتاع شركه جوجل فيديهم اجابات خاطئه. ودي طبعا كان فضيحه في الحقيقه. يعني مثلا انا مثلا بسال جوجل او بكتب انا مثلا عايز محتوى رقمي، او بسال مثلا عن رساله ماجستير مثلا، ابص الاقي الاجابه جايبه لي نتائج ماتشات الكوره بتاعه كاس العالم. النظام خطا فادح في الحقيقه. بمجرد انتشار خبر الخطا الجديد للنظام بيرد او النظام الجديد الخاص بشركه جوجل، اسهم الشركه نزلت بقيمه 100 مليار دولار.
طبعا جنون اصاب الشركه ومساهمي الشركه في الحقيقه. والنهارده الحديث كله بيدور حول القادم الجديد، نظام الدردشه القائم على الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي. ودي في الحقيقه مفاجاه كبيره جدا. ويمكن انا شخصيا حتى في مجالنا كصحفي كنت متوقع وتوقعت الكلام ده من حوالي 10 سنوات، قلت مستقبل الصحافه هتختفي تماما الصحف الورقيه. مش كده وبس، البث المباشر هيكون هو مستقبل الصحافه ومصدر الدخل الرئيسي ليها. يعني طبعا نتكلم عن البث المباشر مش اللي موجود دلوقتي للاسف بلا معايير، لكن هيبقى له محددات. نظام الاشتراكات الخاصه بالصحف مقابل خدمه اخباريه هتقدمها هتاخد منها عائد مقابل الاشتراكات التكنولوجيه. ده مستقبل انا توقعته من حوالي 10 سنين، ودلوقتي هو اللي بيحصل بالفعل في عالم الصحافه والميديا. اعتقد ان صراع العمالقه الان بدا بين شركات التكنولوجيا العالميه، واحنا على كل الاحوال للاسف ما زال متلقين الخدمه. للاسف الشديد محتاجين يعني نطلق العنان للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات. ومصر لديها القدرات والامكانيات البشريه في الحقيقه اللي تقدر توجد انظمه تكنولوجيه على نظام شات جي بي تي، الطفره الكبيره جدا في عالم التكنولوجيا المعلومات في الحقيقه. هنشوف الصراع اللي شغال دلوقتي بين عمالقه التكنولوجيا خلال الايام القادمه وما ستسفر عنه. لكن ده درس مؤلم لاي حد وصل القمه زي شركه جوجل واعتقدت انها هكذا وكفى. فوجئت بالقادم الجديد اللي هز عرش جوجل. ويمكن البعض بيتحدث دلوقتي عن اختفاء شركه جوجل خلال الايام او خلال ربما السنوات القليله القادمه، ومعاها طبعا شركه اليوتيوب التابعه ليها وغيرها من محركات البحث. خلونا نشوف. لكن انا حبيت اتكلم عن هذا الموضوع النهارده لان هو موضوع الساعه في الحقيقه. بشكر حضراتكم. كنت معكم الصحفي هنا عبد